تعالوا نعمل صينية سمك بالبطاطس سهلة وبسيطة من غير فرن ومن غير اي تعب. في نص ساعة بالظبط هتعمليها وهتكوني مخلصاها بصوص خفيف جميل بالبطاطس اللذيذة الدايبة المستوية بتتبيلة بسيطة وخفيفة ما بتتعبش ابدا في الجو اللي احنا فيه ده. من غير فرن ومن غير اي حاجة هتعملوها ان شاء الله بمنتهى السهولة. بصوا السمك مستوي ازاي ما شاء الله، حلو ولحمه ابيض وجميل. طريقة لذيذة جدا وسهلة جدا. تابعوا الفيديو، بس قبل ما نبدأ ياريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. ما شاء الله البطاطس مستوية جدا، السمك مستوي، التتبيلة حلوة خفيفة لذيذة وان شاء الله تعجبكم. في الاول انا هجيب بطاطس هقطعها شرايح، ده حوالي كيلو من البطاطس. هحط بقى كل الخضار اللي انا قطعته، بصلايه مبشوره، جزرايه مبشوره، 3 فصوص من الثوم متقطعين، وهحطهم على بعض كده في الصينيه وهقلبهم مع البطاطس وهفردهم في الصينيه علشان احط فوقيهم السمك طبعا متنضف ومغسول ومعمول فيه فتحات كده من الظهر علشان يشرب كده التتبيله. حطيت كمان معلقه من الخل الابيض العادي بتاع الاكل، وهملح بقى طبعا بملح، وهحط بهارات كزبرة وكمون. يعني كل الاكل على بعضها هتبقى ني كده وهتبقى لذيذة وطعمة وسريعة. في نص ساعة بالظبط هتكوني خلصتي الاكل والاكل استوى. جبت كمان نص كيلو من الطماطم، ممكن تقللوا الطماطم كمان لو انتوا متحبوش الطماطم كتير. وحطيت عليها بقى الملح والبهارات اللي هي كمون وكزبرة، وعصرت عليها ليمونتين، ورصيت السمك في الصينية كده فوق البطاطس والخضار. ما تبلتش السمك ولا اي حاجة، هو هيشرب من الصوص وهيشرب من طعم الخضار ومش محتاج انه يتبل ولا نتقل على نفسنا في الحر ده. نزلت بقى الطماطم بعد ما قلبتها مع البهارات كده والملح، وكمان هزودها شوية من المية عشان احنا بنحبه في صوص شبه الشوربة كده علشان ناكله مع الرز. وكمان حطيت معلقتين كده من زيت الذرة، وسويت بقى كده الصينية وظبطتها، وبعدين رفعتها على النار على نار عالية مثلا 10 دقايق ربع ساعة على نار عالية. وبعدين هديت النار في اخر 5 دقايق. هي بتاخد بالظبط تلت ساعة بالظبط على النار، ولا محتاجين تحطوها في الفرن ولا محتاجين اي حاجة. مش عايزة اقول لكم الصوص اللي حوالين السمك ده طعم بشكل مش هتفهموا هي دي شوربة ولا ده سمك ولا ده ايه بالظبط. والسمك لازم تحطوه على نار عالية اول ربع ساعة علشان السمكة هتطلع متماسكة وحلوة كده زي ما انتوا شايفين. قدموه بقى بألف هنا وشفا، وطبعا البطاطس والصوص بتتحط في طبق جنب الاكل. مع السلامة.